السلام عليكم. وغير نساو عليا كاع الكيكات اللي جربتو من قبل وجربوا ليا هاد الكيكه المشكل طال عشاق الشوكولا، غادي تحماقوا عليها. كتجي خفيفه كتذوب في الفم، ضروري تجربوها، اكيد غادي تعجبكم. فسجلوها عندكم ونخليكم مع الوصفه. في واحد لوبول كندير 3 البيضات، قبيصه ديال الملح، كيس من السكر الفاني، وكاس لاروب ديال السكر سنيده. كنطربو مزيان حتى كيتغير اللون ديال الخليط. كنزيد هنا كاس لاروب ديال الزيت تدريجيا وحنا كنطربو. من بعد كنضيف كاس ديال الحليب كيكون بدرجه حراره المطبخ. كنزيدو نطربو غير شويه. من بعد كنبداو نضيفو في النواشف. غادي نحتاج 2 كيسان ونص ديال الدقيق، 2 اكياس ديال الكاكاو يكون نوعيه جيده، مع 2 اكياس ديال خميره الحلويات. النواشف ضروري كنغربلوهم باش الكيكه ديالنا كتجينا خفيفه وهشيشه. بالنسبه للدقيق كتضيفوه تدريجيا حتى كتحصلوا على خليط كيف ما موضح لكم في الفيديو. بالنسبه ليا انا خدات ليا 2 كيسان اونص ديال الدقيق. كنزيد معلقه ديال الخميره وكنصب الخليط ديالي في مول اللي دهناه بالزبده. وهنا ضروري ما ناخذ واحد الكيغدون، كندير حركات دائريه بهذا الشكل باش الكيكه ديالي ما كتجينيش مقببه في الوسط. كندخلها الفران حتى كطيب ونخليها على جنب. كناخذ هنا واحد الكاسرول كندير فيها 2 معالق ديال السكر، 2 معالق ديال النشا، 2 اكياس ديال الكاكاو، وكنزيد هنا 2 كيسان ديال الحليب العبار بكاس ديال العنبه. كنخلطوا كلشي ونديروها فوق النار مع التحريك المستمر حتى كتعقد. كنزيد ليها معلقه صغيره ديال الزبده وكميه ديال الشوكولا، وكنخلطوا كلشي مزيان. مباشره كنكبها فوق الكيك. بالنسبه للكيك ما تحتاجوش تسقيوها نهائيا، راه كتجي خفيفه كتذوب ذوبان في الفم. كتخليوها حتى كتبرد وتقدموها بالصحه والراحه. راه ما نعاودش لكم اللذه ديالها، جربوها وردوا عليا في لي كومونتير.